بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاب بالصور محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بحفل رابطة الكتاب. تسلم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب وهداف فريق ليفربول مساء اليوم الخميس جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024-2025. وقام إيان راش أسطورة نادي ليفربول بتسليم الجائزة لمحمد صلاح، وذلك خلال الحفل السنوي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية الذي أقيم اليوم الخميس لتوزيع جوائز الأفضل في البريمير ليج عن هذا الموسم، الذي توج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري التي تسلمها صلاح مقدمة من رابطة كتاب كرة القدم بالإنجليزية FWA. وتوج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة 3 مرات بعد قيادته ليفربول لتحقيق ثاني ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 5 أعوام. وأعلنت رابطة الكتاب عبر حسابها الرسمي على منصة إكس فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حقق صاحب ال 32 عام إنجازا استثنائيا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات في هذا القرن، حيث نال نحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام. وحصل محمد صلاح على 90% من إجمالي الأصوات من إجمالي المشاركين في اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، متفوقا على فريجيل فان دايك الذي حل ثانيا في القائمة، ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثالثة. وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2024-2025 وللمرة العشرين في تاريخ الريدز، كما يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 28 هدفا. وشارك محمد صلاح في 37 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأحرز 28 هدف وقدم 27 تمريرة حاسمة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.